Let's go move. طب اخواتي، فيديو جديد ونسخة واتساب جديدة من القلب والله بجد لاخواتي مش لحد تاني. نسخة الواتساب ما بتهنكش شكلها حلو، هتلاقي شكلها حلو وما بتهنكش وكل حاجة وكل مميزات زرار الفيروس وكل حاجة انت عايزها تلاقيها في النسخة دي. ليه بقى النسخة دي من القلب؟ عشان دي النسخة يعتبر بمناسبة ال3000 مشترك. يا بص، مش يعتبر اللي هي، بس أنا ان شاء الله محضر لكم مفاجأة لل3000 مشترك. بس دي النسخة كده عادة على المشن النهاردة عشان اشكركم فيها بجد، لكل الناس اللي دخلت قالت لي مبروك، والناس دي كلها في قلبي والله العظيم، واللي ما قاليش برضو يعني انتوا كلكم والله في قلبي اخواتي. تمام، بس اكيد يعني الناس اللي كتبت لي مبروك دي عندها معزة شوية في قلبي. فبجد بشكركم. هحط لكم دلوقتي صور الناس اللي قالت لي مبروك الكلام ده كله، هحط لكم الصور على قد ما اقدر احط، هسيبها لكم اهو في الفيديو. تمام، هسيبكم 5 دقايق معاه. طب يا اخواتي، كده شفنا الصور، شفنا كل حاجه، وشكرا بجد ليكم كل اخ واخت، يعني الفضل ده كله بفضل ربنا. ثم انتوا بشكركم جدا، وان شاء الله يعني هتوصلوا 5K عشان بعد كده نوصل ل10K ونكبر القناه ان شاء الله يعني. تمام، فهتشوفوا النسخه دلوقتي وهتعجبكم. اتمنى اللايك بقى، والناس اللي ما قالتليش مبروك تكتب لي مبروك في الكومنتات. وبس كده يا اسطى، بحبكم. يلا بينا على الفيديو، ليتس جو. A few moments later. طيب جينا تاني. نسخة الواتساب اهي هتكون بالشكل ده. نسخة الواتساب هتكون بتاع اخويا تايجر وتيتو. تمام، النسخة هتكون بتاع تايجر وتيتو. تمام، بس انا برضو اتأكد من الاسم او تايجر. تمام، زي ما شايفين نسخة تايجر وتيتو. تمام كده يا اسطى. طيب عندك هنا الدردشة والمجموعات والحالات، كل حاجة زي ما انت شايف كده. طيب ما تقوليش يا اسطى فين شكلها الحلو ده، اقول لك فين شكلها الحلو ده، اصبر عليا بس. هتدوس على 3 نقط، هتدوس على الكلمة اللي فوق دي. تمام، بعد كده تدوس على مميزات نسخة تايجر وتيتو. بعد كده يا اسطى هتنزل تحت كده انزل ثانية. هدور لك بقى الاشكال الواجهه يا اسطى والكلام. هتروح جاي ده جاي عن تغيير خطوط النسخه، عندك اكتر من خط. تمام، وتغيير اسطر النسخه هتجيب مثلا رقم 4، وتغيير شكل الواجهه هتجيب مثلا رقم 4 برضو. ونرجع كده خطوه لورا زي ما انت شايف كده، برضو شكل عظمه يعني، حاجه حلوه مش وحش. زي ما انت شايف كده الشكل من فوق والكلام ده كليته. كل واحد بقى انت طبعا هتختار الشكل اللي انت عايزه، يعني هتقعد تختار في الاشكال الشكل اللي انت عايزه. يعني مثلا هديك شكل تاني كده، زي مثلا تغيير الواجهه دي مثلا نخليه 2، ونخلي تغيير نخليه مثلا 2 برضو، ونرجع كده. شكل برضو حلو صح يعني. انت تلاقي اشكال كتير برضو. تمام، طبعا انت تختار الاشكال اللي انت عايزها. المهم، طب عرفنا دي. انا اعرف ايه تاني؟ لو دوست كده على العلامه الصغيره دي هيجيبك هنا للكاميرا عادي عشان تنزل ستوري. تمام، لو هنا فوق اهو محطوط صورتك، وهنا عندك علامه البحث. لو دوست على 3 نقط عندك اللي هي عمل وضع طيران، عايز تعملها تدوس هنا اهو وهتفعل دي. تمام، وعندك الرسائل المميزه بنجمه والاجهزه المرتبطه ورساله جماعيه ومع مجموعه جديده والكلام ده كله. طيب لو دوسنا على الكلمه الاولى دي هتلاقي مميزات نسخه تيتو تايجر، ومسج نمبر مش مسيف، راستر واتساب تايجر وتيتو. لو دوسنا على مميزات، تمام، عندك اول حاجه بس الخصوصيه، عندك اخفاء انك متصل وعاده التسجيل، والخصوصيه المخصصه دي ما فيهاش اي حاجه خالص. تمام، فكك منها حاجه اكنها مش فايده. اخفاء مشاركة الستوري، عدم مسح الستيت، اقفل الواتساب بباسورد. ده بقى لو انت عايز تقفل الواتساب باسورد وكده. عدم مسح الرسالة والكلام ده برضه كله. طيب خاصية الستيت عندك هنا، لو انت عايز ترفع الستيت بجودة عالية والحاجات دي كلها ملناش دعوة بيها. لو انت عايز ترفع ستيت بجودة لو عايز ترفع الستيت اكتر من 5 دقايق. تمام، انا هقول لك على دلوقتي. تركيب ملف بسرعة عندك هنا، لو انت عايز تركب ملف بسرعة من هنا تعمل نسخ احتياطي وبعد كده تعمل استعادة لما تركب الملف. تمام. طيب عندك التحكم في الواجهة. التحكم في الواجهة، معلش، التحكم في الواجهة. عرض الستوري. تمام، عرض الستوري عايز تعرضه عادي ولا تعرضه زي الانستا؟ لو عايز تعرضه زي الانستا بتدوس على دي. تمام، رفع ستوري طويل وجودة حلوة، يعني لو فعلت دي ترفع الستوري اكتر من 30 ثانية وترفعه بجودة حلوة. تمام. طيب فصل الشتات عن الرماد. تمام، عرض ايقونات اضافة اكثر من رقم، وعرض علامة وضع الطيران. يعني لو فعلت دول هيظهروا ان هو اللي هو بتاع وضع الطيران واكتر من رقم. يعني انت لو عايز تضيف كمان اكتر من حساب ينفع تضيف في النسخة دي. بقول لك اصبر وهندلعك. تمام. طيب عدم فتح الشتات المقفولة بباسورد. يعني انت لو فعلت دي مش هيتفتح الشتات المقفولة بباسورد. يعني انت مثلا لو خاف الشتات ودوست على الكلمة اللي فوق هيبدأ يجيب لك الشتات اللي معمولة بباسورد، انما انت لو فعلتها ولكن في حاجة مخفية بعد كده تشيلها وتخش عادي. تمام. اخفاء الارشفة وتفعيل البطاقة في المحفوظات. ابص في خدك يا خنزير، سيب متفعل، ده اللي هو مالكش دعوة بيها يا اسطى. تمام.
عرض اسمك في الواجهة، وعرض البايو بتاعك في الواجهة، وعرض رقمك في الواجهة. تمام. طيب عندك اضافات رايقة، عندك عرض جهة اتصالي في الاستيت. بص انا معرفهاش، فلو عرفتها بقى اكتبلها في الكومنتات، واللي عارفها يعني يا ريت تعرفوا الناس في الكومنتات. تأكيد قبل ارسال الاستيكر وكده، اللي هو دي لو انت فعلتها مثلا دلوقتي وبعت ستيكر هقولك عايز تبعته ولا لا. تمام. طيب عرض ايقونة الادمن في الروم، دي لو انت عايز تعرض الايقونة بتاع الادمن. الغاء تفعيل الريكورد، الغاء تفعيل ريكوردات الاعمال بقى، دي الاعمال دي معرفش برضه بتاع ايه. وفيروس تكست وسيبه هتعمل ايه هي دي مالكش دعوه بيها، والاعمال دي بتاع فيروس، واللي هو فيروس تكست ده برضه بتاع الفيروس. ابعت ريكورد فيك كنت طول ساعه، ده لو بعت ريكورد ده يقعد يجي ساعه وما فيهوش اصلا اي حاجه. تذكر في الشات هنا، ودي لو فعلتها يا اسطى تقدر تبعت كلام في الشات تذكر وكده. تغيير الايموجي بتاع الريكورد، تمام، ده اللي هو انت لو دوست ضغطتين على الريكورد عايز يطلع ايه. صورة داخل الشات، تمام، ده لو انت عايز تحط الصورة جنب الرسالة كده في الشات. تغيير الالوان في الشات والكلام ده كله. تمام. طيب اضافات، دي بقى عرض. طيب زراير الفيروس بقى يا اسطى، هنا عدم التهنيج، لو فعلت دي مش هتهنج. تمام. دي كلها الزرار بتاع التهنيج يعني، لو فعلتهم مش هتهنج. الواجهة الخالدة متهنكش من الكونكتات، تمام، ده كله برضه زرار الفيروس زي ما انت شايف كده. حرق النسخة بمكالمة، قطع النت برسالة، لو فعلت ده يقطع النت برسالة، ده عشان ترمي أكتر من 41 كونكت. تصفية الرومات يا عيوني، تمام، ده هيرمي كونكت طلقة والكلام ده كليته. التحكم في لون الفقاعة تفعيل، تمام. والنسخة بقى عادي عشان متهنكش فيروس الانمي، وعشان متهنكش فيروس حرق الكتالوج، وعشان متهنكش الحاجات دي كلها دي زرار فيروس. تمام. طيب أشكال الواجهة والكلام دي طبعا احنا شرحناها، أو لو في حاجات مشرحناهاش. تمام. هنا افكتات النسخة، وهنا ألوان اللينكات والأرقام وكده. تمام. تمام يا اسطى. بص بقى هنا تغيير اسم الاكونتات، دي بقى حاجه بس مهمه يا اسطى. تغيير اسم النسخه، تمام. وعملنا كده، وكتبنا مثلا كيمو، تمام، حاكم، وعملنا كده زي ما انت شايف كده. لقيت الكلمه اللي فوق دي اتغيرت بقى اسمها كيمو الحاكم. تمام. طيب لو دخلنا تاني بس اوريك حاجه. تمام. ودخلنا هنا تاني، و تغيير كلمه المكالمه، تغيير المكالمه ارشادات، تغيير اسم الحساب، تغيير كلمة المرسلة، تغيير تمام. زي ما انت شايف كده برضه يا اسطى، ممكن تغير كل الكلام اللي مكتوب جنبها ده يعني. تمام. يعني حاجة عظمة برضه مش هتلاقيها في كل النسخ. تغيير شكل الباك جراوند، تمام، ده اللي هو انت لو عايز تغير الشكل اللي بره ده. تمام كده يا اسطى. وكده يكون شرحنا كل حاجة في النسخة. الباسورد بقى يكون يا اسطى 2004. الباسورد هيكون يا اسطى 2004. تمام كده. وبس كده يا اسطى، كنا شرحنا كل حاجة في النسخة. متنساش بقى اللايك والاشتراك، ومع السلامة.